بنزرت مدينة ساحلية تربط بين البحر الأبيض المتوسط والمناطق الصناعية متاع الولاية. بنزرت تحتوي على أكبر قاعدة جوية في تونس، قاعدة سيدي أحمد الجوية، ورغم قيمتها العسكرية إلا أنه المدينة قاعدة بشوية بشوية تكبر باش تتحول لمركز سياحي وترفيهي. بنزرت البحر والنسمة والكورنيش والسهريات، أما هي زادة مهرجان وجمهور وحفلات. مهرجان بنزرت في دورته 35. مهرجان بدا نهار 14 جويلية ويتواصل حتى 18 أوت مع برشا عروض. إدارة المهرجان معاملة عليها برشا، ما بيناتها عرض ليلة الاثنين 24 جويلية، عرض مش موجود كريم الغربي. من العشية حالة ارتياح كبيرة عند الناس الكل. آخر 300 تذكرة قاعدين يتباعوا لبرا كيما الخبز نهار العيد. ما فما حتى شك إنه السهرة باش تكون ناجحة جماهيريا. وان مان شو مش موجود عملت عرضها الأول كانت تتذكروا في صفاقس نهار 4 مارس، ودارت في داخل الجمهورية من بستيل للقروان لسوسة قبل ما تتقدم لأول مرة في العاصمة في ريون نهار 16 مارس. الجمهور بدا يدخل من 8 متاع الليل، عائلات صغار برشا شباب فيهم شكون شدد الصف بالساعات باش ينجم يدبر بلاصة باهية تخليه يسمع مليح حكاية كريم. في رمضان في دنيا أخرى، عمل جو عجبنا ضحكنا نحانا برشا ستريس. قبل بجمعة قصيت لو جيت اليوم باش نتفرج في كريم الغربي باش نضحكوا ونعملوا جو. عالمي بصراحة مهبول، طلع جديد موش نورمال. المسرح تعبى كيما تشوفوا، الجمهور يسخن ويقصر في الوقت بالغناء. ناس جات من كل بلاصة باش تضحك وتشيخ وتتفرهد وتنحي ستريس. فهمت التريس هذا باش يعمل القبورات هو باهيش باش يطفى الضوء الكل، يبقاو كان القبورات والبورسويت باش يحكي حكايه مع امه على اساس ماتت في درجته. تحذير وجري وهزان وحطان وواحد الحمد لله يا ربي كل شيء حاضر. توا مازلت ساعه ونص على السبكتاكل، ان شاء الله يا ربي يتعدى مريقل، قدرة ربي كومبلي. مسؤوليه كبيره ياسر خويا، عندك 12000 يستناو معناتها لازم هم يروحوا فرحانين، الكل ما يتغشش حتى حد، بقدرة ربي كما يقول المصري احنا قدها وقدود. في المقابل كريم قاعد يتغصور خاصة كل ما يقرب وقت العرض. أنا هذه البداية متاع الكارير متاعي، توا قاعد نكتشف في المسارح الكبيرة. اليوم يمكن أكبر عرض يعني من اللي تولدته أول عرض يعني بالكم هذا متاع الجمهور. يعني حتى ولو تبدا عندك ثقه في الخدمه والكل، اما ديما فما رهبه نتاع بيبليك والكل. امتحان ما عرفش عباره الباك بالنسبه لاي ارتيست مهرجان بنزرت، فهمت؟ اما الوهله فما ما ابعد زاده، فهمت؟ خاطر كي تفرج في عباد اخرين من بقايع اخرى، فهمت؟ تشوفهم وين وصلوا تقول حكايه فارغه هذا اللي نعملوا فيه لهنا. اما وش استسهال ماذا بيا نطلع كان جاي استسهال راني فيه تو كاو. كريم انا نتبع فيه من عمناود السيت كوم اللي عملت، وحسيت اللي لا دو لافنيغ سو ميك. دونك جو ني با ايزيتي وقت اللي نعمل في البرنامج بتاعي، جو ني با ايزيتي. دونك جو لي بروغرامي بارمي الاولانيين، معناتها بارمي لي سيمي الاولى اللي عملتها في البرنامج بتاعي سيتي كريم الغربي، وكنت متاكد اللي باش يعمل هكا. كريم برافو السنة وفيك كريم هو مركب حسين. ال10 ودرجين كريم يدخل الجمهور، تصويره كامله ومزيانه، مسرح معبي، الفنان قدام الناس اللي تحبوا. الامتحان الصعيب نتاع كريم الغربي يبدا تو. قد ما يكثر الجمهور ديما اكثر ستريس تصير للناس الكل، الفنانين الكل، معناها مش كيف داخل المسرح فيه 1000 كما تبارك الله 12000، معناها ديجا الضحكه ولا التصفيقه تسمعها في قلبك الداخل، معناها تبارك الله برشا عباد. كان ستريس اكثر مره شدني فيها ستريس العرض الاول في صفاقس واليوم. لابسه دي كونتراكتي، جين تي شورت اكحل، شعره مشدود التالي. كريم يبدا المسرحيه نتاعو بالطريقه الناجعه لهنا، 3 حروف وزوز الوان، سي بي الاصفر والاكحل. الجمهور ياخذ شنو يحب قبل ما تدخل المسرحيه.
كي دخلت سي بون معناها تنسى التراك، لازمك تنسى الخوف، تنسى التراك باش تقعد ترعش معناها سبيكتاكل كامل تنجم تعطي شيء، خاطر هذا ضمار ضحك كي تبدا انت ماكش مرتاح وتقدم فيه حتى العباد ما يتعدى لهمش. لازم كي تدخل هذاك الكل خوفك على روحك، خاف على روحك ورعش واشرب الماء وقلبك يدق وخايف الكل، كي تدخل لازمك تنسى ذاك الكل تتعامل مع الببليك معناها التراك توظفه في الانرجي، لكن الخوف هذاك الكل يولي انرجي، يولي فرح، يولي ضحك يتعدى للببليك معناها. مش موجود مسرحية تحكي على كريم الغربي، صغره وعلاقته بدارهم بالحومة. كريم حكى على أمه، على أبوه، على أصحابه، علاقاته العاطفية، ضحك الناس في برشا مواقف، برشا نقد وضمار في مش موجود. عزيزي ايش قولك كان نسميو بنتنا نواقش؟ يبدا هو مبين مسكين من الخدمة. ناشنية واقش نواقش، واش معناها النواقش؟ أمان عزيزي نواقش ابتسامة الهدهد. ابتسامة الهدهد بنتي باش نسميها رقية يعني. وش معناها عزيزي رقية ابتسامة الهدهد؟ رقية تقريعة اللقلق. بلاش الماركتينغ معناها ما تنجم تعمل شيء، بالعكس ما تقلقنيش الحكايه. انت ترى مثلا خاطر تخلط الفني بالماركتينغ حتى في العالم، انت تعرف اكثر مني وقعدت مع فنانين والكل معناها تعرف اللي فما فنانين عندهم ميساج، مثلا مرسال خليفه وميمه الخليل حتى نصير شمه معناها والكل، لكن تلقى شكون لهيله باعماله، تلقى شكون يخدم له على الدعايه نتاعو، تلقى شكون كي يجي باش يتعدى في التلفزه معناها الباساج نتاعو يكون مدروس ومخدوم. مش موجود ساعتين غير درج، حكيت على كريم كيفاش كان بطال بأسلوب هزلي، قصة شاب طموح يلوج على طرق يحسن بها وضعيته، شاب تونسي يلوج على الاستقرار، على الحب في وسط مجتمع مش فهمه من الأول. كريم اللي جاب راس مال كبير من التلفزة، لكن اللي فيات الكل اللي تعرف بهم نحاهم المسرحية مش موجود، من غير هبليه، من غير السنكوح، من غير شخصيات ضحكوا الملايين قدام التلفزة. نتخيل معناها كان باش يتعاودوا في سبيكتاكل وتقعد تتعاود فيهم الكل باش تقلق منهم العباد ويولي التكعرير زاد. حبينا نمشي في ثنية أخرى بلو معناها أكثر فيها سرحة وفيها خيال وفيها خدمة على الإيموسيونيل أكثر من الكلمات هذوك. كي تبدا تشارك زينب هكا تبدا تشارك سيد قول شفينا يغسل البروف يقول لك تفضل تقول له سيدي 4 في 3 12 تعطي معلوم يبدا يقرا معانا احنا واحد اخر يبدا يشارك في الكلاس ديما بكلنا تونس كامله رابعه وخمسه سيزيام يبدا يقرا معك واحد ديما طويل ويلبس 43 وبهيم في كل كلاس ويقعد في الطاوله الاخرى واسمه هشام ديما معروف هشام يقرا معاك يبدا يشارك يبدا تقول له واش مش تلميذ هكا سيدي صوت قصير بدأ مختلف امتحانات كبير سيدي ووجهه بقى الحب شباب عرفت بدا يكبر تقول زيادة على الفراس في وجهه سيدي ويبدا بقى القرقق الحب عطيهم اسامي في وجهه هذا محسن هذه نوايا اللي بيحكوا معهم سيدي ويبدا راهو عادي سنه رابعه راهو كاتب صداق ومبطل عادي سنه رابعه سيدي في بالك انت كي تغسل له يعطي معلومه قول له تفضل جاوب سيدي نمشي للتواليات خشمي العلم المسرحية وفات مع نص الليل مش موجود، جاب برشا صغار للمهرجان وللمسرح، أطفال قاعدين يتصوروا مع كريم ويوثقوا في لحظة صغيرة فرحة كبيرة تعيش معهم بالتصويرة. شيخ وقت يشوفوا حكاياتهم عند واحد يحكيها لهم بالكدا ويضحكهم بها وهو عنده القبول. شنو مطلوب أكثر من القبول؟ عجبتني برشا المسرحية وعملت برشا جو. بالأول مرة وأنا نضحك. وصل ميساج للشعب للجمهور، حاجة طيارة عجبتني. هو عنده القبول، يعرف كيش يحكي والتصرفات نتاعو تخلي الجمهور يحبه. كريم في الكواليس دايخ ما فيهم حتى شيء، وين ما يتحرك الا والطلبات على التصاور تزيد، كبار صغار. كريم كأنه في حلمه ما يعرفش يقول ليه. خروجه من المسرح تأخر أكثر من نص ساعة، عداها مع التصاور قبل ما يروح لتونس. تصاور خاصة به، تصاور عمره ما ينجم ينساها.